نعلم بأن ثورة روزافا هي ثورة المرأة. فالمرأة ما لم تتحرر المرأة لن يتحرر المجتمع. المرأة هي أساس المجتمع، هي أساس تقدم المجتمع وتطوره. والمرأة في ظل ثورة روزافا ارتقى إلى مستوى أممي، وأصبحت قادرة على النضال والمقاومة والتحرر، ووقفت في وجه الظلم والعبودية والعادات والتقاليد البالية. فالمرأة هنا الطبيبة، المهندسة، الواعية، القيادية، السياسية، الريادية، الإدارية، التي تستهدف من قبل الاحتلال التركي كونها هي أساس بناء نظام الأمة الديمقراطية. وهي تكون مستهدفة لأنها يحاول القضاء على فكرها وتطورها وتقدمها. أيضا هناك من يقوم بقتل المرأة بسبب تقدمها الواسع والكثير، يقوم بقتل المرأة واستهدافها وقتلها بذريعة الشرف. ونحن لا نقبل هذا القتل ضد المرأة. فالمرأة هي أساس المجتمع وأساس تطوره. فلما المرأة هي التي تكون مقدمة أو صدر الذي يقتل من أجل الشرف. فهي ليست الوحيدة في هذه القضية. المرأة هي المرأة التي تكون تحافظ على نفسها وتحافظ على أخلاقها وتبتعد عن التصرفات اللا أخلاقية. فيجب أن يتحمل المجتمع كافة جريمة الشرف التي يخصون المرأة فيها وحدها. فيجب أن يتحمل كامل المجتمع هذه المسؤولية. فالمرأة يجب أن تكون واعية، متعلمة، مثقفة، قادرة على القيام بالحياة الزوجية، وقادرة على التصدي لما يواجهها من مشاكل. فهناك أيضا أسباب أخرى قد يؤدي إلى أمراض نفسية. قد هناك يكون سواء من الرجل أو المرأة أمراض نفسية أو جسدية يؤدي إلى اللجوء إلى التصرفات اللا أخلاقية. هناك الاحتلال يمارس الاحتلال التركي الحرب الخاصة ضدنا هنا في منطقة روزافا، فيقوم بنشرها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال الإعلام، من خلال المسلسلات، بضعف من إرادة شعبنا خاصة الرجل والمرأة. ويستهدف الأكثر المرأة لأنها يستهدف فكرها، لأنها يرى بأنها أصبحت قادرة على قيادة المجتمع يقوم على النظام الديمقراطية. نرى بأن المرأة هي المستهدفة الأكثر من قبل الذهنية السلطوية الذكورية، فيقوم باستهدافها وقتلها تحت ذريعة الشرف. فنتمنى من كل النساء أن يكون واعيين لهذه الظاهرة، وأن يقومن بإكمال دراستهن، وأن يكون متعلمات ومثقفات وواعيات ولديهن معلومات، ويقومن ببناء نفسهن وبناء المعرفة، ويطورن من ذاتهن ويكون ذات شخصيات قويات ليوقفن في وجه هذه الذهنية. فالمرأة التي لم تطور من ذاتها ونضالها ومقاومتها ستكون عبدة في نظر المجتمع، وستكون مستهدفة وستتعرض للإبادة الثقافية والجسدية. نحن كدار المرأة لنا دور كبير في هذه القضية، قضية قتل النساء. نحاول بكل ما لدينا من التكثيف من محاضرات ضد الزواج القاصر، تعدد الزوجات، ابتزاز الإلكتروني، تعدد الزوجات، خيانة زوجية وهي منتشرة في وقتنا الراهن. نحاول بأن ندخل إلى كل دار، إلى كل كومين، إلى كل الأحياء، إلى كل المؤسسات، وتثقيف وتوعية المرأة وليتمكنوا من الابتعاد من هذه الظواهر، ظاهرة الزواج المبكر وتعدد الزوجات. وأيضا إذا وجدت خيانة زوجية أن يقمن بعلاجه، ولا يدعنها بأن يتطور ويصل إلى مرحلة تكون هي الهدف فيه. فإذا كانت هناك مشكلة أن تتقدم بمشكلة إلى دار المرأة، إذا كانت تتقدم مشكلة أو تتقدم إلينا باستشارة
لكي لا تكبر هذه المشكلة وتصل إلى مرحلة لا نستطيع أن نتحكم بها.